مشاهدينا الكرام من تلفزيون دولة إريتريا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. رسالة من الرئيس إسياس أفورقي لرئيس مجلس السيادة السوداني. الاحتفال بالذكرى 29 للاستقلال تحت شعار نتصدى ونتقدم. بدء المرحلة الأولى من فحوصات فيروس كورونا بأخذ عينات عشوائية. أوباما يساعد من هجومه على ترامب بسبب إدارة الأزمة لفيروس كورونا. رئيس أفغانستان ومنافسيه يتفقان لاعتصام السلطة. وترامب يقيل مسؤولا رقابيا في الخارجية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. سلم وفد إريتريا عالي المستوى برئاسة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني جبراب اليوم الأحد 17 من مايو رسالة من الرئيس إسياس أفورقي إلى رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان في الخرطوم. وأوضحت رسالة الرئيس إسياس أفورقي أنه بالرغم من أن المرحلة هي مرحلة التصدي لفيروس كوفيد-19 إلا أن من المهم تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي. من جهته ذكر رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان بعد تسلمه رسالة فخامة الرئيس إسياس أفورقي بأن إريتريا هي إحدى أقرب الدول للسودان، واتفق بأهمية تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي واتخاذ خطوات موضوعية. كما قدم الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان توضيحا حول التطورات الراهنة في السودان للوفد الإريتري. أعلن رئيس لجنة الاحتفالات السفير زمد التخلي بأن شعار الاحتفال بالذكرى 29 للاستقلال هو نتصدى ونتقدم، وستجري جميع البرامج المعدة بمناسبة عيد الاستقلال في قاعات مغلقة دون جماهير تطبيقا للتعليمات الصادرة للوقاية من فيروس كورونا. وكجزء من تلك البرامج ستقوم وزارة الإعلام ومفوضية الثقافة والريادة في الفترة من 19 حتى 27 من مايو بإعداد برامج تعكس النضال المرير الذي قيد لنيل الحرية وحماية السيادة الوطنية وروح التصدي القوي للشعب الإريتري، إضافة إلى الثروة الاجتماعية التي تجاوزت الفترات العصيبة. وتشتمل البرامج التي ستبث عبر الفضائية الإريتريا وصوت الجماهير الإريتريا وزارة ونم الدراما الموسيقية والمسرحيات المباشرة وأفلام قصيرة ووثائقية وقصائد شعرية وألحان وغيرها من البرامج. بدأت اليوم الأحد 17 من مايو المرحلة الأولى من فحوصات فيروس كورونا بأخذ عينات عشوائية وفق البرنامج الموضوع في مختلف مناطق العاصمة أسمرة. وأوضح التصريح الصادر في 16 من مايو عن فرقة المهام العليا بأن الهدف من هذه الفحوصات التعرف على انتشار الفيروس في كافة أرجاء البلاد وتكوين صورة شاملة. وستتواصل بعد ذلك في المدن والبلدات الواقعة على الحدود، وكذلك لكل المنخرطين في جبهات التصدي لفيروس كورونا من العاملين في المجال الطبي والمواطنين الآخرين. دعما للجهود الحكومية والشعبية الحسيسة الجارية للتصدي لوباء كورونا وتداعياته، يواصل المواطنون في الداخل والمهجر مساهماتهم المالية والعينية وترك إيجارات المنازل. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. ساهم المواطنون في مديرية بريخ الإقليم الأوسط ومديريتي دواربة وعد قيح الإقليم الجنوبي بتقديم مساعدات مالية وعينية للمحتاجين. وقد ساهم المواطنون في منطقة عد قبرو ب10,400 نقفة و7 كنتال ذرة، وعد غنصي ب10,601 نقفة و10 كنتال ذرة، وعد يعقوب ب7,100 نقفة وكنتال ذرة، وعد موسى ب61,000 وسعد أنباء ب56,700 نقفة. كما ساهم سكان منطقة عزقة ب3,570 نقفة و10 كمثال ذرة، وسكان عزقة بحوالي 209,000 نقفة و31 كنتال ذرة ومواد نظافة للأسر المحتاجة.
في غضون ذلك سمح السيد أمهاتين قبر مريم إقامة مجانية ل6 أسر مستأجرة منزله في صعدة كريستيان لشهرين، والسيد تسفى مريم كفلة لمستأجرة واحدة حتى زوال المرض من البلاد، والأستاذ هيلة تسفازجي ل5 مستأجرين لشهر واحد، والسيد محاري رؤسوم ل3 مستأجرين لشهر واحد، والسيد نقوس إمام لمستأجرين ل3 أشهر، والسيد سمرة قرماي ل3 مستأجرين لشهر واحد، والسيدة ألماز قريسوس لمستأجر واحد لشهرين، والسيد برهانة أولوس ل5 مستأجرين لشهرين، والسيد يوهانس كبروم لمستأجرين لشهر واحد، والسيد يوهانس برهة ل6 مستأجرين لشهرين. وفي مديرية عد غيح ساهم سكان منطقة أهني ب21 كنتال ذرة و5000 نقفة، وضحية سفايرة ب11 كنتال ذرة، وضحية أقيلة ب11 كنتال ذرة و12360 نقفة لذات الغرض. من جهته سمح السيد محمد إدريس عبد الله المقيم في المملكة العربية السعودية إقامة مجانية ل5 أسر مستأجرة منزله في أقيلة ل3 أشهر. وفي مديرية دوباربة ساهم سكان ضاحية عد قدة وعد كبلو وعد وزحنس وإلبة وشكتي وترى أمني ومرب وغزالامزة ومسلام بتقديم مساعدات مماثلة وزعت لنفس الغرض. فيما قدم السيد أسملاش برها من سكان دواربة مساعدات مالية ل11 من المحتاجين. من جهة أخرى سمحت السيدة قدست زرعي مقيمة في النرويج إقامة مجانية ل4 مستأجرين حتى زوال كورونا من البلاد، والسيدة تسقى أفورقي المقيمة في إنجلترا ل5 مستأجرين لشهرين، والسيدة تسقى كفلة المقيمة في كندا ل4 مستأجرين لشهرين، وأسرة هبتة قبر مدهن بمنطقة غزالامزة لمستأجرين ل4 أشهر، والسيد قرماي بخرتين المقيم في أسمرة لمستأجرين ل3 أشهر، والسيد قبر تاتيوس يوهانس لمستأجرين لشهرين، وأسرة المتوفي هيوان عند ميكائيل لمستأجر لشهرين، والسيد كاسة عقباتيون بيعدي بزحنس لمستأجر لشهرين، والسيد ألم تخلى المقيم في ألمانيا لمستأجر مؤسسته لشهرين، والسيدة جنت سيوم المقيمة في إنجلترا لمستأجر لشهرين، والسيد كاسة مرهاتيون ل4 مستأجرين لشهر واحد، وكذلك السيد تيدروس من إنجلترا ل4 مستأجرين لشهر واحد، وأسرة المتوفي عند برهان تولده ل3 مستأجرين لشهر واحد. شهدت مديرتي ماي عيني وماي منى مساعدات عينية قدمت على المستوى الأهلي ووحدات قوات الدفاع للمحتاجين. وساهم سكان بلدة قعاتيت بمديرية ماي عيني بمساعدات عينية تمثلت في الذرة وتم توزيعها للمحتاجين، فيما جمع الشباب الطوعيين من المحسنين 3000 نقفة لشراء المواد الغذائية ووزعت على المحتاجين. كما ساهمت وحدات قوات الدفاع المرابطة في مناطق ماي منى ب90 كنتال من الطحين الأبيض والذرة والسكر والعدس والزيت، ووزعت للمحتاجين بذات السياق. في غضون ذلك سمح مواطن مقيم في مدينة كرن تحفظ عن ذكر اسمه إقامة مجانية لأسرتين مستأجر منزله في عاد كليزان. يقوم المواطنون في الداخل والمهجر بمساهمات مالية وعينية وإلغاء إيجارات البيوت لمساعدة المتضررين من التعليمات الصادرة للحد والوقاية من جائحة كورونا. المزيد من التفاصيل نتابع في سياق التقرير التالي. يواصل الشعب الإريتري في الداخل والمهجر التبرعات لتنمية صندوق مكافحة وباء كورونا. وأفاد التقرير اليومي لوزارة الصحة بأن عمال مصنع عزل للأدوية قدمت 164225 نقفة، وعمال المكتب المركزي لوزارة الحكومات المحلية 113155 نقفة، وتشاينا SRBG 400,000 نقفة، وعمال وزارة التنمية الوطنية المكتب المركزي ومكتب الإحصاء الوطني 82,303 نقفة، وشركة إيراب ترانسبورت 20,000 نقفة، ومصنع الفيصل للبسكويت والحلويات 5,000 نقفة، وعمال مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم جنوب البحر الأحمر بمبلغ 4,395 نقفة. وتبرعت إدارة مدينة مصوع 31,820 نقفة، وضاحية عد عشكر 5,109 نقفة،
وضحية عدي نالا 12820 نقفة، وضحية عدي هنس 1311 نقفة، وعدي كدويبة بمبلغ 1579 نقفة، ودبر مريم 19969 نقفة، ومقابر طبلاء 13755 نقفة، ووقرتي 16000 نقفة، وكودو فلاسي 18098 نقفة، وعدي بحيلاي 10988 نقفة، وعدي غولاغول 2275 نقفة، ومايغورزو 845 نقفة، وعدي جوغونو 9718 نقفة، وإدارة مدينة عصب 12528 نقفة، وعدي مرحو 2179 نقفة، وعدي بارو 7000 نقفة، وشومتون بوسا 8129 نقفة، وعدي استادا 2979 نقفة، وعدي قلاع 3049 نقفة. وقدم معرض فاميلي سبورت 5000 نقفة، وفندق عنبابة 5000 نقفة، وجمعية مدهني ألم التعاونية لأبناء مارتا سبني في أسمرة 5000 نقفة، ومصنع وينتا للدمى 5250 نقفة، وجي سي آي 2000 نقفة، وجمعية بعل مريم دق السب التعاونية في أسمرة 5000 نقفة، وطباقي لتأجير ملابس العراس 5000 نقفة، ومتجر ناهوش للأزهر 1000 نقفة، وحانة بورتيكو 2000 نقفة، ومؤسسة محدوقة يماني قبر ميكائيل في سرجة 5000 نقفة، وجمعية القديس ميكائيل كورباريا التعاونية المقيمين في أسمرة 5000 ونقفتين، وسمهر انترناشنال 10000 نقفة، وطاحونة إرمياس كداني بعد وعداد 10000 نقفة، وفندق كابيل انترناشنال 3067 نقفة، وجمعية مزارعي دوغالي 10,000 نقفة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم أوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، وجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما انتقادات لإدارة دونالد ترامب بسبب طريقة تعاملها مع انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وقال في كلمة وجهها عبر الإنترنت لخريجين جامعيين أن الوباء أظهر أن بعض المسؤولين لم يحاولوا حتى التظاهر بأنهم مسؤولون، وهذه هي المرة الثانية التي وجه فيها أوباما انتقادا لإدارة ترامب خلال أيام قليلة. ووصف الرئيس السابق الوضع بأنه فوضى كارثية في حديث جرى تسريبه من أحد المؤتمرات الأسبوع الماضي. وقال أوباما في حديثه لخريجي عدة جامعات يرتادها السود إن انتشار وباء كوفيد-19 كشف إخفاقات القيادة السياسية في البلاد. وتحدث أوباما عن تأثير الوباء على السود في الولايات المتحدة، وقال: مرض كهذا يسلط الضوء على غياب المساواة والأعباء الإضافية التي وقعت على كاهل المواطنين السود في هذه البلاد على مر التاريخ. ووصف ترامب بذلك في تعريضة على تويتر الأسبوع الماضي بأنه أكبر جريمة سياسية على الإطلاق في التاريخ الأمريكي. ذكر متحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني يوم الأحد أن الرئيس ومنافسه عبد الله وقعا اتفاقا لاعتصام السلطة بغية إنهاء جمود سياسي مستمر منذ أشهر، في خطوة قد تسهل من جهود إنهاء الحرب الأفغانية التي طال أمدها. وقال المتحدث الصديق الاتفاق السياسي بين الرئيس غني والدكتور عبد الله قد وقع. وأضاف أن عبد الله سيقود المجلس الخاص بمحادثات السلام مع حركة طالبان المتمردة، وسيجري إشراك أعضاء فريقه في الحكومة. وكان عبد الله قد طعن في نتائج الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي، وأعلن تشكيل حكومة موازية في وقت سابق من العام، الأمر الذي أضعف وضع إدارة غني في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة دفع عملية السلام مع حركة طالبان وإنهاء الحرب الأفغانية الدائرة منذ 19 عاما. ويقول مسؤولون أن الاتفاق بين غني وعبد الله حاسم في الشروع في محادثات السلام، إذ يمثل معسكر عبد الله كثيرا في مناطق الشمال الغربي من البلاد.
فيما رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة ينهي حالة جمود سياسي استمرت عدة أشهر في أفغانستان، لكنه انتقد الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه عبد الله لإضاعة وقت طويل قبل التوصل للاتفاق. وكرر القول بأن الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة ما زالت هي التوصل لتسوية سياسية لإنهاء النزاع، كما رحب بالتزام الزعيمين بالعمل فورا لدعم الدخول سريعا في مفاوضات بين الأطراف الأفغانية. أطلق نواب الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي تحقيقا في أسباب إقالة الرئيس دونالد ترامب المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك. وكان لينيك يحقق في اتهامات لوزير الخارجية مايك بومبيو بإساءة استخدام السلطة حسب ما أفادت تقارير صحفية، وهو ما أثار انتقادات حادة من نواب ديمقراطيين بارزين من بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. وقال ترامب في رسالة إلى بيلوسي في وقت متأخر من مساء الجمعة إنه لم يعد يثق في قدرة لينيك على أداء مهامه، مضيفا ومن ثم فإنني أستخدم سلطتي كرئيس لإقالة المفتش العام لوزارة الخارجية من منصبه بقرار يسري خلال 30 يوما. واتهم الديمقراطيون ترامب بالانتقام من جميع الموظفين العموميين الذين يحاولون مساءلة إدارته ومحاسبتها، حيث يعد لينيك هو ثالث مسؤول تخول له صلاحيات وظيفته مساءلة الإدارة يتم فصله من العمل. وتولى لينيك منصبه عام 2013 بعد ما عينه الرئيس السابق باراك أوباما ليراقب تفاصيل الإنفاق والالتزام بالقيود المالية للعاملين في وزارة الخارجية. وتساءل النواب ديمقراطيون كبار من أسباب إقالة لينيك، وقرروا السبت فتح تحقيق في الأمر. وتعرض بومبيو لاتهامات باستخدام موظفين في الوزارة التي يترأسها لتحقيق أرباح شخصية حسب تقارير إعلامية محلية في الولايات المتحدة. الخبر الأخير في هذه النشرة: ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن إيران استدعت السفير السويسري الممثل للمصالح الأمريكية في الجمهورية الإسلامية بشأن إجراءات محتملة قد تتخذها الولايات المتحدة ضد شحنة وقود إيرانية إلى فنزويلا. كان مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ رويترز يوم الخميس بأن واشنطن تدرس إجراءات يمكن أن تتخذها ردا على شحنة وقود أرسلتها إيران إلى فنزويلا التي تعاني من أزمة. وطبقا للموقع الإلكتروني للخارجية الإيرانية، سلم نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة للسفير يوم الأحد تحذر من أي تهديد أمريكي للناقلات الإيرانية. وذكرت من قبل وكالة نور للأنباء ردا على تقارير عن إبحار سفن حربية أمريكية باتجاه منطقة الكاريبي أنه إذا كانت تنوي الولايات المتحدة مثل القراصنة خلق حالة من انعدام الأمن في الممرات المائية الدولية فستقوم بمجازفة خطيرة ولن تمر بالتأكيد بدون تداعيات. وكانت رويترز قد قالت في وقت سابق أن بيانات تتبع السفن تفيد بأن ناقلة واحدة على الأقل تحمل وقودا جرى تحميله في ميناء إيراني تبحر صوب فنزويلا. هكذا مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا للمتابعة والاستماع ودمتم في أمان الله.